النهارده اتفرجت على فيلم اخي فوق الشجره، ويا ريتني ما شفته. Call 911 emergency. فيلم يعتبر احدث افلام النجم رامز جلال ومجموعه من النجوم. بالنسبه لافلام رامز جلال يا جماعه، انا في الحقيقه ما بحبش افلامه قوي ولا بكره افلامه قوي برضه. انا بحب اشوف افلامه مثلا على التلفزيون في سهره مثلا مع شويه فشار، اضحك شويه، يعدي الليله، اضيع بيه وقت لو ما فيش حاجه تانية اتفرج عليها موتني من الضحك يعني، في نفس الوقت برضه مش سخيف بالنسبه لي، لا بحبه عادي. كفايه رغي بقى وتعالى نخش في الموضوع على طول. بس قبل ما نخش في الموضوع ما تنساش تعمل لايك، ولو اول مره تشوفني ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان تشوف الفيديوهات الجايه اول باول. ايه اللي حصل يا بابا؟ رفصتني فتحية. الفيلم بطولة كوكبة من النجوم. ايه كوكبة دي؟ فيلم بطولة نجوم كتيرة الحقيقة، منهم رامز جلال، حمد المرغني، اسلام ابراهيم، سارة عماد. فيلم من تأليف لؤي السيد واخراج محمود كريم. بالمناسبة ان دول هم اللي عملوا معظم افلام رامز جلال. كل المطلوب منك انك تعرف ان عندك اخ واخوك مازال في امريكا لغايه دلوقتي. قصة الفيلم بتحكي عن الأب اللي هو بيومي فؤاد، اللي فجأة بيحصل له حادث وهيموت، فبيحكي لابنه اللي هو علاء رامز جلال عن إن ليه أخ توأم سافر وهو صغير وعايش في أمريكا وهيرجع عشان الميراث. ومن هنا بتبدأ أحداث الفيلم بتاعنا. فيا ترى إيه اللي هيحصل؟ بتقطعوا بعض وانتوا ما كملتوش 48 ساعة مع بعض. طب انا راضي ذمتك. يا مان سيبك من ذمتها وخليك في ذمتي انا يا مان. كفاية رغي بقى ونيجي للإيجابيات. رامز جلال بشخصيته العادية اللي هي علاء كان مقبول يعني عادي، لا هو حلو ولا وحش. دي إيجابية يا جماعة، إن الفيلم مفيش فيه إيجابيات أساسا. للاسف ده صراع من اجل الحفاظ على النوع. نادية حمدي المرغني وويزو على عكس المعتاد ما كانتش نابعة من تريقتهم على أشكالهم وعلى وزنها وعلى شكله وسنته والكلام ده، فكان الموضوع مقبول شوية عن كل حاجة. انا الجيرل فريند تبعه. امال فين استاذ بهاء؟ عنتيل لوس انجلوس. الشخص اللي كان قايم بدور بوابل اللي هو تقريبا كان أحد زمايلهم في مصر أحسن منهم كمان في الأداء. وبس كده يا جماعة، هي دي الإيجابيات. ندخل بقى على السلبيات عشان بسم الله ما شاء الله محضر لكم لستة. القصة يا جماعة من أكثر القصص كليشيهية في التاريخ، تقريبا اتعملت فيلم ومسلسل وفيلم أجنبي وفيلم تركي ومسلسل تركي ومسلسل أجنبي، كل ما تتخيله. كوميدية وبطريقة جدية، اتعملت بكل الأشكال اللي تتخيل. بس هنسيبنا من الكلام ده إن ده فيلم بوب كورن وفود كوميدي، فاحنا ما بندقاش على القصة قوي وبنركز على الضحك، عايزين نضحك. يا جماعة الفيلم مفيش فيه حاجة بتضحك خالص، فيلم تقريبا ساعة ونص بلا ضحك وبلا هدف. يا دوبك ممكن تبتسم في بعض المشاهد وبعض الافيهات. انت ازاي تخرج من فيلم كوميدي من غير ولا كلمه تعلق في دماغك او افيه كده هتقوله على النت او تنزله في كوميك؟ مفيش. الفيلم ما بيضحكش يا جماعه، بجد ما بيضحكش خالص. راح فين؟ وايه الهرم ده؟ دي كيك تورتايه. وايه المناسبة؟ عيد ميلاد خوفو. هتهرج؟ قبل ما كان يظهر الشخصيه بهاء اللي هي التخينه دي، كان الموضوع مقبول نوعا ما ومنتظر هيحصل ايه، حاسس ان الكوميديا هتيجي قدام، الكوميديا هتيجي قدام. للاسف بقى ان الاسوأ هو اللي كان جاي قدام. بسم الله ما شاء الله، الشخصية دي عندها كمية عدم قبول رهيبة، يمكن من أسوأ الشخصيات اللي عملها رامز جلال. شخصية مزعجة، صوتها عالي، إفيهاتها سخيفة من تحت الدرجة الرابعة، يعني حاجة رديئة جدا. اول حاجة لازم تعرفوها، انا مش شيف. وايه اللي انا باكله ده يا مان؟ دي اللي عملتها امي، نفسها حلوة قوي في الاكل. يعني بتتكرع في الاكل ولا ايه؟ بس اللي لفت نظري قوي إن فين الاختلاف يا جماعة؟ المفروض إن دي شخصية يعني مختلفة، هي تقريبا رامز جلال بس هو تخين عادي. بس السلبية هنا هي محمد ثروت. يعني محمد ثروت بقى مرطرط لدرجة إن هو بيقول نفس الكلام اللي بيتقال في كل حتة ونفس طريقة تمثيله، هو اللي هنا بنفس الشخصية بنفس إفيهاته في الحقيقة. تقريبا اللي بينزلها على النت هي نفس الإفيهات اللي بيقولها في الأفلام والمسلسلات. ترى عماد يا جماعة أنا شايفها لا تصلح ممثلة كوميدية خالص، دمها مش خفيف، دمها تقيل يا جماعة. يمكن عشان هي حلوة فهم بيشغلوها ولا إيه مش فاهم. هي تنفع في دور رومانسي عادي، في قصة كويسة، في لايت كوميدي، يعني مسلسل يكون هو في قصة وكل حاجة بس في كوميديا شوية فتبقى تليق في الموضوع ده، لكن كوميديا صرف ما ينفعش في فيلم زي ده خالص. رأيي الشخصي يعني يا ريت رامز جلال يغير جلده زي ما بيقولوا ويجرب يعمل مع مخرجين تانيين أو مؤلفين تانيين أو ممثلين تانيين. التقييم النهائي للفيلم هو 4 في عين العدو من 10. استنى لما الفيلم ينزل على النت واتفرج عليه، متروحش السينما. بس كده يا جماعه، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب وتبص بس على الفيديوهات القديمه وتفعل زر الجرس عشان تشوف الفيديوهات الجديده اول باول. سلام.